زمان وانا صغيرة كان عندي واحدة صاحبتي هي كل حاجة في حياتي، كانت ساكنة جنبي ومع بعض في نفس المدرسة وحتى الدروس بناخدها مع بعض. وصاحبتي دي من وهي صغيرة ابوها متوفي ومامتها هي اللي بتعمل لها كل حاجة، فانا كنت دايما لما اجي اتكلم معاها باخد بالي من كلامي، واي حاجة اشتريها بقول لها دي ماما اللي جابتها لي حتى لو كان بابا اللي جايبها، عشان ما تزعلش وتحس ان ابوها مش موجود. بس تقريبا كده انا كنت غلطانة واستاهل ضرب الجزمة كمان، عشان لقيت الحيوانة جاية في يوم وبتقول لي على فكرة انا مش زعلانة ان ابويا مش موجود، ما انتي ابوكي موجود بس مالوش لازمه. ساعتها كان نفسي قوي الطشها كف على وشها يجيبها على الارض. الموقف التاني، بس تخيل يعدي اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا بتصلي عليه في التعليقات. انا مش هنسى ابدا سواق التاكسي اللي ركبت معاه مره وما كانش معايا غير 50 جنيه، وبعد ما مشينا شويه لاحظت ان العداد اللي بيحسب الاجره خلاص داخل على ال 50 جنيه، فقلت للسواق خلاص انا هنزل هنا. الراجل بص يمين وشمال وقال لي يا ابني احنا على الدائري وده مكان مقطوع، هتنزل هنا فين؟ قلت له بصراحه كده انا مش معايا غير هم 50 جنيه والمشوار شكله لسه طويل. لقيته بيقول لي لا وعلى ايه، وراح مفرمل ومنزلني اكمل باقي الطريق على رجلي. بس طلع راجل جدع ووصف لي الطريق قبل ما يمشي.